من حالات وتشبيهات. انا دلوقتي جايلكم في فيديو جدا. انا لسه يعني معرفتش الفيديو بيعبر عن ايه، بس تعالوا شوفوا فيديوهات الجديدة. اول حاجة هي المكان الداخلي، ده مكان ركن العربيات. انا اسفه عشان حاطين حاجات كريسمس، بس انا بتضايق قوي بالبيت ده عشان هو في حاجات كريسمس، وانا زي ما انا بقول لكم انا مسيحيه، مش مسيحيه، انا مسلمه. اهي فتح الباب سهل جدا وقفله تحفه، يعني ممكن تقعدوا جامد. دي اوضتي طبعا، هي اوضه صغننه، الناس الولاد هيحبوها جدا، بتشتروها مني انا جايباها للشراء. اهو كل العيال الصغيرين هيحبوا كمان المرجحة دي عشان هما نفسهم بيها. وحاطه لكم كتاب وكاتبه لكم حاجات فيه، وانتوا لما تيجي البيت ده، اللي هيشتري البيت ده هيجي يفتحها يلاقي كلام اقول له انا يا اختاش، ويا رب تتهنى بالبيت الجديد. وطبعا ده مكان الكتب، حاطه كتب هنا بتاع الدرس، وحاطه كمان مصحف اهي، مصحف ورايا كده الاسود وورد وحبستكنات يعني. وطبعا ده بقى الأوضة زي ما انا وريتها لكم، ده مكان لللبس، وده مكان للمراية، وده مكان ستارة، بس انا بحب المفتوح عشان يروق الدنيا الثانية. ده ستارة، ويدخل الحمام بقى. هنا اتنين، ممكن حد اتنين يقعد معاكوا، ودي سبونة حطها لكم اسمه ده الصفرة دي، وده خط ما بينكم عشان لو عايزين يعني تعملوا براحتكم ما تلزقوش في بعض. وده حنفيتين، وده تولد، وده ورد، وده فوطة بنعلق بيها الفوط. كده خلاص الحمام. وده بقى مكان زي ما انا قلت لكم، ويلا بينا على الأوضة التانية. بص هوريك المطبخ اليوم. دي طبعا الترابيزة، وده المطبخ. هنا سفنج كنت جايباه،